تعيدوا بالصحة والهنا. ان شاء الله تكونوا عيدتوا مليح. البنات اليوم ان شاء الله راح نديروا العجينة المورقة لاباط فوتي ونديروا بها المملحات. ندير معاكم ليمونشو، شوفوا كيفاه يجيو مقرمشين ويجيو روعة. حضرناهم ثاني بكريمة الجبن، ثاني واحد الكريمة ثاني روعة. شوفوا لهنا قسمت معكم الحبة، شوفوا لهنا التوريق تاع لاباط كيفاه جات. دوكا نعقبوا للوصفة ونشوفوها كيف وش فيها. هنا نعقبوا لاباط فيتي نبداو نخدموا فيها. هنا انا درت رطل تاع فرينة، ما درتش كيلو، راح نخدم كيلو تاع لاباط فيتي. سما نديرو رطل، كي نديرو رطل يعطينا كيلو تاع لاباط فيتي. هنا درت فرينة، درت 10 غرامات ملح. هنا نديرو الزيت 4 مغارف، نزيدو الخل 2 مغارف. هنا نبداو نطمو في لاباط تاعنا ماء عادي من الحنفيه. هيا نبداو نطموه بهذه الطريقه. لاباط تاعنا تكون شويه حاكمه روحها وتكون شويه يابسه، ما نجريوهاش بزاف باش ما تقبلناش من بعدها في الخدمه. لهنا هاي بلينا العجينه تاعنا. لهنا نرشوا شويه فرينه بهذه الطريقه. نبداو نحلو في لاباط تاعنا. هيا ونجيبوا الزبده تاع التوريق، تحبوا تخدموا الصالحه ولا تخدموا بهذه اللي خدمت بها انايا. خدمت بهذه اوبلين. لهنا تكون شويه بارده حاكمه روحها. انا استعملت لهنا 250 غرام تاع زبده التوريق. بهذه الطريقه نديروهم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نقلبوا العجينه ونسكروا على الزبده. هكذا كيما راكم تشوفوا، نضغطوا لهنا باش من بعد كي نبداو نحلو فيها ما تخرجش معنا الزبده تاعنا. نضربوها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه باش تدخل الزبده تطرى معنا وتدخل في اللاباط. هاهي بالطريقه هذه. دوكا نبداو نحلو في العجينه تاعنا، نبداو نحلوها. هيا نديرو لهنا دوره عادي، ما نديروش دوبل تور. رايحين نخدموها تكون لاباط تكون سهله عليكم. هاهي كيما راكم تشوفوا كيفاه طويتها. دوكا نزيد نحلها. هيا ونزيد نطويها كيما طويتها هذا وين، ومن بعد نخليوها تروبوزي 5 دقائق، ومن بعد نزيدو نحلوها المره الثالثه. هنا لاباط تاعنا رانا خليناها روبوزيت 5 دقائق. نزيدو نحلوها بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نطويوها. لهنا دوك نحطوها في الثلاجه حتى نبداو نخدموا، وبعد نقصوها. لهنا نعقبوا الكريمه الفرماج. شوفوا لهنا انا درت كاس تاع حليب مع حبه تاع بيض. نزيدوا لهنا مغرفه كبيره تاع نشا كيما راكم تشوفوا. هيا ونزيدوا لهنا الزبده، قيمه مغرفه تاع زبده. هيا نخلطوا كلش مع بعضها، خلطوه مليح. ومن بعد نزيدوا عندنا الفرماج. تحبوا الفرماج تاع المثلثات ولا الفرماج تاع البيضن كيما تحبوا. بهذه الطريقه راني زدت الفرماج. نزيدوا خلطوه مليح. اللي تكون عندها متوفر ثاني الفرماج رابي، هيا تزيدوا في هذه المرحله. دوك نحطوها على نار ونخليوها ونقعدوا نحركوا فيها حتى تعقد معانا. لهنا راهي عقدت معانا. نزيدوا لها الملح ونزيدوا رشه تاع فلفل كحل ضروريه باش تمدلنا البنه في لاكريم تاعنا. دوك لهنا نحطوها تبرد. هيا ونروحوا نحلوا لاباط تاعنا ونبداو نخدموا. شوفوا لهنا لاباط تاعنا كي خليناها في الفريغو قعدت معانا. شوفوا كيفاه جات. شوفوا سورتو التوريق جات مورقه معانا، جات روعه. دوكا لهنا البنات نبداو نحلو في لاباط تاعنا، نحلوها ونبداو نخدمو في المملحات تاعنا. لهنا نرشوا الفرينه. هيا ونبداو نحلو في العجينه تاعنا، نحلوها. ومن بعد نديرو في البوشادو، نديرو الكريمه تاعنا تاع الفرماج اللي درناها حضرناها تكون بردت معانا. هيا نوليو نديروها في البوشادو باش تجينا الخدمه نظيفه كيما راكم تشوفوا. هاهي نديروا لهنا بهذه الطريقه هكذا، روليوها كيما راكم تشوفوا. نديروا لها دوره ونص. من بعد نجيبوا لهنا الماء. هيا ونديروه لهنا في الحاشيه باش ما تتحلش معنا لاباط.
هاو الحربوش تاعنا نحيه حنا كيفاه درناه. دوكا لهنا نجيبو منشار ولا موس هيا ونقطعو الحبات تاوعنا. هام الحبات تاوعنا كي درناهم في البلا باش والفور تاعنا لازم البنات نكونوا مسخنينه من قبل، يكون على درجة 200 درجة. لازم يكون الفور سخون بزاف. لاباط فيتي تحب الفور يكون سخون. لهنا راني درت صفار حبة بيض مع شوية كريم فريش. هيا بهذه الطريقة خلطناهم ندهنوهم بالفوق، ومن بعد نجيبو موز ولا حاجة حادة هكذا. هيا نشكلو نديرو بها هكذا نقطعو باش يخرجوا لنا التزيين يخرج مليح. دوكا لهنا نلوحوه في الفور. كي نلوحوه في الفور نقصوا الفور تاعنا هيا ونخليوه يطيب. ها هم طابوا معانا، شوفوا كيفاه جاو. نتمنى انكم ان شاء الله تجربوهم في المناسبات تاعكم في الافراح. شوفوا التقرميشه تاعو كيفاه جاي تقرمش. لهنا البنات خليوه يزيد يطيب مليح. انا كنت شويه مزروبه هيا ما خليتوش طاب بزاف. شوفوا كيفاه جا، شوفوا تقرميشه، شوفوا لهنا التوريق تاع لاباط كيفاه جات والكريمه جات بنينه. نتمنى انكم تجربوا وتعطيونا الراي تاعكم كيفاه جاكم. ما تنسوناش بهذاك الجيم وما تنسوناش بكومنتير وشهيه طيبه.